وليه نعمل البانيه بطريقة تقليدية لما ممكن نعمله بالبصل المكرمل وما ياخدش مننا دقايق في تحضيره؟ وصفة سريعة كده ما تخليناش نقف في المطبخ كتير. جبت بصلاية كبيرة، ممكن تستخدموا 2 صغيرين، وقطعتهم وحطيتهم على النار. هحط عليهم شوية ملح وفلفل وسماق ورشة سكر. اسيب بقى البصل على النار، ممكن اضيف له شوية مية صغيرين، واول ما ياخد اللون ده هحط عليه معلقة صويا صوص اختياري. بعد كده بقى هجيب البانيه واقطعه لقطع صغيرة زي كده، ممكن تستخدموا وراك عادي. وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها البصل هنزل بمكعب زبدة وعليه معلقة صغيرة توم مفروم. هوزع التوم في الطاسة كده وانزل عليه بالفراخ تاخد صدمة. والسر بقى في الوصفة دي هي توابل شاورما الفراخ من شافي ميكس. معلقة واحدة بس منها هتخليني محطش اي توابل تاني على الفراخ ولا حتى ملح. وعلشان اظبط الطعم اكتر حطيت كمان معلقة مستردة، بجيبها برضو من شافي ميكس علشان هو بديل كويس لمنتجات المقاطعة. وبس كده هرجع بقى البصل على الفراخ، وممكن تضيفوا شوية جبن وخلاص كده خلصت. بجد طعمها روعة، لازم تجربوها. انا اصلا بحب جدا في الصيف اعتمد على الوصفات السريعة اللي زي كده اللي ما تاخدش مني اي وقت في تحضيرها.